مساء الخير على الجميع. اليوم راح نحكي عن موضوع كلش مهم يخص الطبيب البيطري، واريد اطب قبل بالتفاصيل بدون لف ودوران والكلاوات مال ربعنا مال اليوتيوب. اليوم اريد افهم ابو الطبيب البيطري شلون يعادل شهادته ويجي يشتغل كطبيب بيطري في المانيا. طبعا الطبيب البيطري في المانيا جدا 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 مرغوب، جدا مرغوب، لانه يمكن كل بيت في المانيا اكو حيوان اليف. هذا اللي عنده بزونه، هذا اللي عنده كلب، هذا اللي عنده هامستر، هذا اللي عنده سنجاب، هذا اللي عنده ارنب الى اخره. فاليوم راح اشوفكم بس شغله بسيطه. بس راح نجي هنا نكتب تير ارتست جيهالت. راح نشوف ايش قد الراتب مالته. وين والله خلينا نشوف او ايش قد فردينت. زين، يقول لك انت اذا تشتغل طبيب بعياده معدل الراتب مالتك 3736 يورو بالشهر. حلو. زين اذا انت متعين او تشتغل بشكل خاص، اعتقد هنا بغيفات فيرشافت، يعني تشتغل بشكل خاص، تاخذ راتب على الاقل 3000، يعني اقل شيء تاخذ 3000 يورو راتب انت في المانيا. طبعا تعتمد على الخبره الى اخره. فاليوم راح اعلمك شلون تعادل الشهاده. اول شيء شو تسوي؟ تجي بالجوجل تكتب تير ارتس ان ايركنونج وتكتب هنا اسم الولايه اللي انت تريدها. اسم الولايه اللي انت تريدها، يعني مثلا تكتب برلين. اكو 16 ولايه في المانيا، اكو بادن فوتنبرغ، اكو برلين، اكو هيسن، اكو هامبورغ، اكو بريمن اونسوفايتا الى اخره. فانا راح اشوفك اليوم بادن فوتنبرغ. فمن هذا راح تختار وين مكتوب. هذا انا اختاريت، هذا ثاني واحده. فايش طلعت عندي؟ طلعت عندي هاي الصفحه مكتوب عليها تير ارتسليشه ابروباتسيون. يعني شنو؟ يعني شهاده مزاوله المهنه. طبعا هنا أنا موجوده كل المعلومات، يعني الطلب، هذا الطلب مثلا انتراج الطلب، يعني الطلب اللي تقدمه على مود يعطوك المعادله. بس انا شنو سويت؟ نزلت لي جوا، فتحت هاي المارك بلات او الميرك بلات zur Führung ausländischer gerade Titel und Bezeichnung. يعني شنو هي المتطلبات من الطبيب البيطري اللي عايش بالعراق؟ شو يريدون منه؟ هذا تفتح لك هاي الصفحه. هاي الصفحه عباره عن 12 صفحه، انا قعدت قريتها، راح اعطيك الزبده. زين، يقول لك على مود تحصل شهاده مزاوله المهنه في بادن فوتنبرغ وتاخذ لقب طبيب بيطري هنا، راح اقول لك شنو تحتاج. اولا لازم تجيب لنا انه انت ما عندك اي شيء، يعني ما عندك اي يعني انت ما عندك اي اساءة او ما عندك اي، خلينا نقول مثل شهادة عدم محكومية، او انت ماكو شيء يمنعك ان تزاول مهنتك كطبيب بيطري. طبعا هاي شهادة نقابة الى اخره. زين، انه انت جسمك او ما عندك مشاكل جسمية او روحية نفسية تمنعك من مزاولة المهنة، وهاي كلش سهلة. زين، انه انت درست طب بيطري وكملت الامتحان في دراسة متكونة من 5 سنين، وانت مسوي تطبيق عملي 6 اشهر وناجح بيه طبعا. زين، ولازم شنو عندك؟ لازم تقدم لنا يعني انه انت عندك لغة كافية. طبعا اللغة اللي رايديها من عندك، بي صفاي، بي 2 طبيعي، وبي 2 طبي اللي يخص الطبيب البيطري. راح اشرح لك عليه بالتفاصيل شلون. زين، هسه زين هاي افتهمناها. طبعا يقول لك لازم الشهادات مالتك تكون مصدقة الى اخره. زين، تكون يعني نسخة طبق الاصل، وهاي شارح لك شنو نسخة طبق الاصل. تروح تسوي نسخة طبق الاصل، تصدقها من الخارجية وتروح للسفارة الألمانية إلى آخر. هاي الملاعب كلها موجودة. أي سؤال عندك
حاول تسأله في جروب بالفيسبوك اسمه النجاح قرار وليس صدفة. طبعا سعر المعادلة، هاي سعر المعادلة 330 يورو ياخذون من عندك، هياتها مكتوب. زين شنو والله بعد نكمل شنو بعد. زين هاي المجالات، طبعا هاي انت الورقة بعدين على كيفك انت تقدر تشوفها. هاي المجالات لطب البيطري، هاي المجالات مالته، يعني اللي يشتغل بالتكاثر وبالجينيتيك الى اخره. هاي انت تعرف، هاني ما اعرف اختصاصك. زين هذا كله خرط، هذا كله خرط. زين هو يقول لك على مود تاخذ شهادة مزاولة المهنة لازم اكو امتحان تسويه، بس انت قبل الامتحان لك حق تكون مساعد طبيب، يعني تقدم على طلب تقول اريد اشتغل مو طبيب بيطري لكن مساعد طبيب لمدة 4 سنين، ينطوك هاي الشهادة، تروح تشتغل مساعد طبيب بهاي ال4 سنين، تروح تمتحن اكو امتحان يسموه للفاخ جبيت. شنو يعني الفاخ جبيت؟ يعني تختار لك اختصاص من ذني الاختصاصات الفوق. وين تقدر تمتحنه اما في برلين او في ميونخ او في هانوفر او في لايبزيج او في جيسن. تشوفها هنا مكتوبه، راح تنزل اجا وراح تلقى كل التفاصيل، راح تلقى كل تفاصيل الجامعات. مجرد تخاطبهم تقول لهم يابا ترى انا اريد اسوي هذا الامتحان والتفاصيل، هم ينطوك كل التفاصيل. حلو. لازم انت ماخذ مسوي براكتيكوم يقول لك عن الشلاخت، عن الذبح اعتقد، والفلايش untersuchung، يعني انت تفحص اللحم، لازم عندك هذا التدريب المهني. زين زين يقول لك هنا شنو هي الاوراق اللي لازم تقدمها، ركز وياي. اولا الطلب، هذا هنا مكتوب الطلب. حلو. تنطينا ورقه انه انت ما عندك اي مشاكل، عدم محكوميه الى اخره، كلاوات هاي. كذا. هاي شنو هاي؟ هاي الورقه قلت لك اذا انت تروح تسوي امتحان على الامتحان اللي راح تسويه بالجامعات قلت لك عليه. زين ورقه انه انت كطبيب تقدر تمارس المهنه، انه مو قديمه يعني. هناك انه ما عندك مشاكل صحيه، هاي شهاده تثبت انه انت ما عندك مشاكل صحيه تقدر تمارس نفسك كطبيب. هنا انا رايدين من عندك السي في مالتك بكل الشغل مالتك. زين الشهاده مالتك مال الطبيب البيطري. زين هنا الشهاده مال الدرجات، المواد والدرجات. هنا رايدين نسخه من الجواز مالتك والجنسيه العراقيه. هنا اذا انت عايش في المانيا تعطينا نسخه منها. حلو. زين ايش يقول لك لازم شهاده لغه B2. هاي هنا مكتوب B2، هاي B2 شوي نكبرها هيك B2. حلو. ولازم تسوي توقع على ورقه اكليرونج انه انت ما مقدم على هاي المعادله في ولايه ثانيه، يعني ما تقدم في باتن فوتنبرغ ما يصير تقدم ببرلين، او تقول لهم ترى يابا قدمت ببرلين هم اني هيك على مود يعرفون. زين يقول لك لازم تثبت لي انه انت راح تشتغل في المانيا. شو يقول لك؟ يقول لك انت من تملي الفورمه اكو اختيار بس تخلي عليه اكس، خلاص انا راح افتهم انه انت ناوي تشتغل في المانيا. هنا أنا يقول لك يابا ترى مالتك هاي لازم تكون مصدقه وبجلاوبتجن من السفاره مثل ما قلت لك، واذا كانت بالعربي ترجمها للالماني والانجليزي الى اخره. زين بعد شنو تحتاج؟ قلت لك تحتاج البيز فاي الطبي اللي يسموه الفاخ شبراخ بروفون. هذا الفاخ شبراخ بروفون موجوده كل تفاصيله. وين تمتحنه؟ تمتحنه راح اقول لك بالضبط وين. بس انا وين اقرا تفاصيلها؟ هاي هنا هاي التفاصيل وين تمتحنها؟ بمكان اسمه LTK بادن فوتنبرغ. هنا أنا اول شيء يقول لك لازم تسجل على الامتحان. حلو. وتحط نسخة من الطلب مالتك مال المعادلة هذا اللي راح تمليه، ونسخة من البيس فاي مالتك شهادة اللغة تثبت،
ونسخة إذا عندك إعاقة تقدم نسخة إنه أنت عندك إعاقة إلى آخره. زين، إيش راح يصير؟ راح يجون يمتحنوك. الامتحان عبارة عن شنو الفاخ بروفونج؟ عبارة عن 20 دقيقة سيفيليتيغز تيغ ارتس، يعني يجيبوا لك مثل ارنب ويقولوا لك يابا هذا الارنب بريض، يلا 20 دقيقة احكينا. بعدين يمتحلوك ايش شرفت ليش دوكيمنت، تعرف تكتب ادوية ما تكتب الى اخره. بعدين 20 دقيقة يسموه كوليجا قش بغيش، يعني انه يحجون وياك كموظف الى موظف، طبيب الى طبيب، شوفك شلون تتعامل ويا الموظفين الى اخره. حلو؟ اي سعر هذا الامتحان 500 يورو. هذا سعره 500 يورو. ذاك ايش قد كان؟ 355 يمكن، مو 350، 350، وهذا سعره 500. اي هاي فلوس هاي عم تصير عندك. زين، هنا انا ايش قايل لك؟ قايل لك انت مثل ما قلت لك هاي الاربع سنين يقول لك انت ما تقدر قبل تشتغل طبيب بيطري، يعني الموضوع يحتاج له معادله ولغه وفاخ بروفنج بي صفاي الى اخره. يعني انت لازم بالعراق مجرد تجيب بي 2 وتقدم الطلب. شو تقدم الطلب؟ تقدم الطلب تقول لهم يابا اريد اني بغوف اغلاوبنس بالبدايه، ما اريد ابروبورتسيون، يعني انا ما اريد معادله مزاوله المهله، لا اريد اشتغل مساعد طبيب. هاي ينطوك الك حق 4 سنين تشتغل كمساعد طبيب، وتقدر تحصل فيزا وتجي لهنا. من تجي هنا وتحصل فيزا وتشتغل مساعد طبيب في عياده، تبدي تشتغل على المعادله مالتك، تروح تمتحن الامتحان مال برلين اللي قلت لك عليه بالجامعه، تروح تسوي البي 2 فاخ بروفونج. من تخلص هاي الشغلتين تقدم اوراق تقول لهم انا صرت طبيب، ينطوك شهاده طبيب. ذاك الوقت تشتغل كطبيب او تقدر انت تفتح عياده. طبعا هاي الورقه شرحت لك اياها يعني بشكل ملخص. طبعا هاي هنا بالاخير كاتب لك الفولجندا اونترلاجن على مود تحصلها. هاي البيغوف اغلاوبنس شنو؟ لازم اول شيء تقدم الطلب، قدم الطلب، وهاي هنا تقول لك بس تدوس هنا يطلع لك الفورمولا. زين، الشهاده مالتك مال الجامعه، مالتك الجواز، اذا انت لاجئ تعطينا نسخه من اللجوء، تعطينا نسخه من السي في. زين، beschäftigung تنطينا ناغفايز انه انت تشتغل كطبيب او مساعد طبيب في المانيا اذا وجد طبعا، او انت تحاول تقدم ناغفايز اينا ان اوس gestellten beschäftigungsstelle، او تقول لهم انا وين اريد اشتغل، يعني مثلا تلقى عياده. زين، هاي هنا فوغنج سايتسويغنس، يعني تقول يابا ترى انا راح اعادل شهادتي بشتوتغارت يعني بادن فوتنبرغ الى اخره. او تقدم سيرتيفيكيت اوف جود ستاندينج او سديم هاي ماتلاند، هاي ما اعرفها لازم انت تترجمها وتفتهمها، ما فهمت شنو يريدوها هاي. زين، وهاي تثبت انه انت ما عندك مشاكل صحيه. هاي يقول لك لازم نفس الحكي، قال لك لازم بجلاوبتيكا كوبي يعني نسخه طبق الاصل، وتكون مترجمه الانجليزي والالماني اذا ما كانت بالانجليزي وبالالماني. هاي زين تقعد عليها تقراها بهدوء، وبالاخير تدز اوراقك بالبريد على هذا العنوان. كل الطلبات هنا تلقاها. شوف هذا الموقع راح اخلي لك اياه بصندوق الوصف. هذا الانتراك، هذا الطلب شنو ستروينج، هذا انتراك لوبنس. هاي تقدمها بالبداية، هاي بالبداية تقدم تشتغل كمساعد طبيب. هاي على مود تصير مساعد طبيب. أول شيء تسوي هاي تملي هاي الورقة اللي قلت لك عليها. طبعا واضحة هاي الورقة، يعني هنا المعلومات مالتك، اسمك، شو وقت مولود، الجنسية، رقم تليفون، انت متزوج ما متزوج، انت وين عايش في ألمانيا إذا كنت عايش في ألمانيا، هل انت لاجئ مو لاجئ، هل انت مواطن الماني الى اخره، زوجتك تفاصيلها. زين، هنا تكتب على الاوس بولدنج مالتك كذا. هنا انت الشهادات قلنا، هنا فايتر بولدنج اذا انت مسوي شهادات يعني ماخذ دورات،
وهنا اذا لقيت اربايت جيبر، اذا لقيت واحد يشغلك، او هنا اذا انت المهمات اللي تسويها شنو تيتشكايتن وتوقعها. اذا قال لك لا ما يصير انت تقدم هذا الطلب وانت بالعراق، تجيب شهادتي البي 2 وتروح تقدم فيزا وتقول لهم يا اعطوني فيزا على مود اروح الالمانيه، على مود تسمحوا لي اعادل شهادتي، لانه هو قدمت وما سمحوا لي، يعني تاخذ الرفض مالتك وياك. طبعا هذا الشرح ببساطه يعني، وخلي لك كل المعلومات، تقعد تقراها بهدوء، تترجمها بهدوء، تقعد ترسل ايميل لهاي الدائره المعينه، هاي ترسل لهم ايميل. تقدر وين هذا تفاصيلهم؟ اكو ايميل هاي هنا جوا كونتاكت، او شوف هنا يمكن هم اكو كونتاكت. هاي تشوف هذا ماكو كونتاكت، اوقف عليه. هذا تشوف هذا تليفون وايميل، ترسل لها ايميل وتقول اخويا ترى انا طبيب بيطري وهاي شهادتي بالانجليزي، ساعديني ارد اعادل شهادتي يمكن وارد اشتغل طبيب. راح تحكي لك نفس الحكي اللي حكيته لك. خوش عيني. فاما تقدم على بغوف اغلوبنس، هاي انه تروح تشتغل مساعد طبيب بيطري، او تجيب شهاده البيز فاي، بكل الاحوال لازم تحتاجها بالعراق، وتقدم على فيزا ويعطوك فيزا تروح 6 اشهر، تبلش تشتغل في عياده كذا مساعد، وتبدي شويه شويه تقدم على قول وياي، تقدم على المعادله، تمتحن وكذا الى اخره، نفس التفاصيل. هذا شرح تفصيلي عن الطبيب البيطري. اتمنى التوفيق للجميع، تحياتي.